مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عصام ملك الألعاب. اليوم سنتحدث عن بطولة جديدة أثارت فضول عشاق كرة القدم في المغرب والعالم العربي، كأس التميز. إذا كنت شغوفا بمستجدات كرة القدم المغربية وترغب في معرفة المزيد عن هذه البطولة التي تم إطلاقها في موسم من 2024 إلى 2025، فأنت في المكان الصحيح. مقدمة. تعد كأس التميز أول بطولة من نوعها في تاريخ الكرة المغربية. أطلقتها العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كجزء من سعيها لتطوير المنافسات المحلية وإعطاء فرصة أكبر للفرق الناشئة. تأتي هذه البطولة بمشاركة 32 ناديا من القسمين الأول والثاني للدوري الاحترافي، حيث تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، يتنافس كل 4 فرق في مجموعة واحدة. الأندية المشاركة. إليكم أسماء الفرق المشاركة في هذه البطولة حسب المجموعات. المجموعة 1: الرجاء الرياضي، المغرب الطواني، أولمبيك خريبكت، النادي القنيطري. المجموعة 2: الجيش الملكي، حسنية أكادير، أولمبيك الدشيرة، اتحاد يعقوب المنصور. المجموعة 3: نهضة بركان، المغرب الفاسي، وداد فاس، رجاء بني ملال. المجموعة 4: اتحاد تواركت، اتحاد طنجة، شباب المسيرة، استاد المغربي. المجموعة 5: الوداد الرياضي، شباب السوالم، الرصين البيضاوي، الكوكب المركشي. المجموعة 6: أولمبيك آسفي، شباب المحمدي، سريع وادي زم، الاتحاد الإسلامي الوجدي. المجموعة 7: الفتح والرباطي، مولودي توجد، شباب بجرير، الدفاع الحسني الجديدي. المجموعة 8: نهضة إلى زمامر، يوسفية برشيد، شباب أطلس خنيفر، النادي المكناسي. تفاصيل نظام البطولة. البطولة تلعب بنظام المجموعات، حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، وصولا إلى المباراة النهائية. إضافة إلى ذلك، تشترط البطولة على الفرق إشراك لاعبين شباب تحت سن 23، مع جوائز قيمة للفريق الفائز تصل إلى 150 مليون سنتيم، فضلا عن جوائز لأفضل هداف وأفضل حارس مرمى. خاتمة. كأس التميز ليست مجرد بطولة، بل هي خطوة نحو مستقبل أفضل لكرة القدم المغربية. تابعونا في الفيديوهات القادمة حيث سنناقش نتائج المباريات وتحليل أداء الفرق. إذا كنت متحمسا لهذه البطولة، لا تنس الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من قناة عصام ملك الألعاب. أراكم في الفيديو القادم.